أيام الدكتور محمد مرسي لما عمل دراسة علمية متكاملة لتطوير إقليم قناة السويس، الإعلام الانقلابي وقتها قوم الدنيا وما قعدهاش، وعمل حملات إعلامية ضارية على المشروع، وقعدوا يقولوا هيبيع القناة لقطر والخيانة ومعرفش إيه، والعسكر وقتها قالوا إن المشروع ده خطر على الأمن القومي المصري، ودي كانت أكبر أزمة صدرها العسكر للرئيس مرسي لعرقلة المشروع. وبعدين وقتها لميس وعمرو وعكاشة قالوا إن قطر اشترت القناة خلاص من الشاطر. إزاي بقى دلوقتي العسكر تبنوا المشروع هو وعملوا مؤتمر عالمي لتدشين المشروع ومعتبرينه المشروع القومي الأول لمصر؟ يا ترى حد سأل نفسه هو إيه سر التحول ده في موقف العسكر مع إن المشروع هو؟ الإجابة بكل بساطة إن العسكر دلوقتي ضمنوا إن أرباح المشروع هتصب في جيوبهم، ولا خزينة الدولة ولا الشعب الغلبان هيشوف مليم واحد من الأرباح دي. وفي سبيل المليارات دي مفيش مانع العسكر يعملوا أي حاجة، إن شاء الله حتى يبيعوا سينا للشركة السعودية. المشكلة إن العسكر أخدوا جزء بس من المشروع وسابوا الباقي، يعني استبعدوا تطوير وتنمية سينا للحفاظ على أمنها القومي والاسطوانة المشروخة دي اللي كل ما يتزنقوا يشغلوها. مشروع الدكتور مرسي كان فيه إنشاء مجمع صناعي ومنطقة حرة بمدينة رفح اللي العسكر بيدقوا فيها كل يوم، بالإضافة لتوطين 3 مليون مواطن مصري في سينا. وكان شرط أساسي في مشروع الدكتور مرسي إن 80% من العمال في المشروع يكونوا مصريين، ده غير المشاريع السياحية وغيرها كتير من المشاريع اللي كانت هتنمي سينا وتحافظ بجد على أمنها القومي. كل مشاريع التنمية دي العسكر استبعدها من المشروع لأنها هتعود على المواطن المصري بالخير، واكتفوا بالجزء اللي هم بس هيستفيدوا منه. الغريب بقى إنه تم إسناد المشروع للجيش المصري في حين وجود شركات ضخمة وعملاقة ومتخصصة ومصرية برضه، لكن انعدام الشفافية والنزاهة وعدم تكافؤ الفرص هو اللي هيودي البلد والمشروع ده في داهية. يعني مين هيقدر ينافس شركة معفية من الضرائب ووضعها في البلد فوق القانون وكل مؤسسات الدولة تحت أمرها وغيرها من المزايا الغير متوفرة لأي شركة منافسة؟ واحد ممكن يقول لي الجيش المصري عظيم ويقدر ينفذ المشروع بكل كفاءة. بأمارة إيه؟ هل الجيش عمل مشروع ضخم ونجح فيه؟ هل نجح في حاجة غير المكرونة والكفتة وكحك العيد؟ بس يا ترى ده بقى على حساب إيه؟ أكيد طبعا على حساب تطوير الكفاءة القتالية للجيش وأمن الوطن والحدود. ما انت سايب مهمتك الأساسية وهي الدفاع عن حدود مصر وشغال في البيزنس. حد يقدر يسأل عن ميزانية الجنرالات ولا ثروتهم قد ايه؟ وهم طبعا في سبيل الحفاظ على المكتسبات دي مستعدين يعملوا اي حاجة، وممكن يودوا اقتصاد البلد في 60 داهية، ان شاء الله البلد تفلس حتى، بس اقتصادهم هم يبقى تمام. يعني اقدر اقول لك كده بالفم المليان ان ديليسيبس رجع من جديد، بس المرة دي لابس بيادة وبريد. بحافر على الناشف.